تعال احكي لك على ازاي ممكن تغش عشان تنجح. تغش يعني ايه تغش؟ في حاجه اسمها الانفير ادفانتجز، الحاجه اللي ممكن تبقى عندك مش موجوده عند ناس تانية، اللي بتديك ادفانتج او بتديك ادج او بتخليك ان انت عندك مساحه ممكن تسبق بيها. اول حاجه هي الحاجات اللي هي انت بتعرفها والناس التانية ما تعرفهاش. انت راجل بالصدفه كنت خريج مدارس اجنبي فمعاك لغه تعرف تستعملها في الشغل وده ممكن يفرق معاك. انت راجل عندك موهبه الرسم فانت بتعرف ترسم واحسن في حاجه ممكن تخليك احسن من الناس التانية. انت الراجل زي مثلا مايكل فيليكس بتاع السباحه، دراعاته اكبر ايده اكبر فده اداله ادفانتج احسن في ان هو يعرف يعوم احسن من السباحين التانيين ويعرف يكسر ارقام ما الناس التانية مش عارفه تكسرها. دور دايما على الحاجه اللي انت بتعرفها والحاجات اللي انت ممكن تسبق بيها الناس التانية بمهارات اوريدي عندك بسهوله. تاني حاجه ممكن تفكر فيها، دور على تعرف مين، مش بس تعرف مين عشان يبقى عندك واسطه، جرب تعرف مين ممكن يعلمك حاجه، جرب تعرف مين ممكن يساعدك بحاجه زياده، ممكن يديك سر المهنه، ممكن يقول لك على معلومه او نصيحه. وزي ما المثل بيقول يا بخت من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا. ان مش عيب ان انا اسمع نصيحه او اسمع نقد من حد، بس الحد ده هو فعلا مهتم بيا وعايز يساعدني وان انا ابقى جدع واخد النصيحه دي عشان اطلع لقدام، مش اعتبرها انها حاجه شخصيه وحاجه مضايقاني. الحاجه الثالثه واللي تفرق جدا هي ايه الامكانيات اللي عندك عربيه تعرف تروح وتيجي بيها مشاوير كويسه، ساكن في حته سهله الوصول ليها، ساكن يا عم في حته بعيده فانت تقدر تدي سيرفيس للناس اللي ساكنه في الحته البعيده دي والراجل اللي ساكن في وسط البلد ما يقدرش يعملها. ايه هي الحاجات الصغيره اللي ممكن تستعملها والادوات اللي ممكن تخليك تفرق عن الناس اللي ما عندهاش الادوات دي. رابع حاجه ايه الخبرات اللي عندك؟ انت راجل بتسافر فسافرت كتير فعندك خبرات، ايه اشتغلت شغلانه معينه فتره طويله فبقى عندك خبره فيها. والخبرات دي احسن طريقه تقدر تستعملها هي القصص. انت بتعرف تحكي قصص عامله ازاي عن الخبرات بتاعتك، توصل للناس قد ايه انت راجل بتفهم في المجال بتاعك. انا اظن ان واحده من الحاجات اللي فرقت معايا جدا الفتره اللي فاتت في خطوه انجلترا دي هو الخبرات المتراكمه، وان الخبرات القديمه والتعاملات القديمه مع الناس ممكن تبقى من الحاجات اللي فرقت جدا في ان انا اوصل للناس ان انا راجل عندي ادفانتج بالخبره القديمه اللي عندي. الخبرات والقصص اللي احنا بنحكيها للناس عن خبراتنا بتوصل للناس قد ايه احنا ممكن نبقى كويسين وممكن ان احنا نفيدهم، وده يفرق كتير في تقديرهم لينا وتقديمهم لينا بعد كده. دايما فكر ان النجاح مش هو مجرد ان انا شاطر في حاجه، دايما فكر في الانفير ادفانتجز بتاعتك. ايه الحاجات اللي عندك اللي مش عند ناس تانية، ايه الخبرات اللي عندك اللي مش عند ناس تانية، ايه العلاقات اللي عندك اللي مش عند الناس التانية، واخيرا ايه المهارات اللي عندك اللي مش عند الناس التانية. دي اللي ممكن تميزك وتخليك تنجح في اي حاجة.